السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله جيت نوجد معكم واحد الخبيزات صغيورين. المهم هنا عندي معلقه ديال العسل، وهنا عندي معلقه ديال الزيت، وهنا عندي الملح حسب الذوق ديال كل واحد، وهنا عندي الخميره للعجن، وعندي هنا ماشي الطحين صفر، عندي السميده الرقيقه. هنا عندي السميده الرقيقه، وغادي نعجنها بالماء البارد، وكنطربها مزيان. المهم شوفوا الطريقه كيفاش، على هذا الشكل هكا. نخليها على هذا الشكل هكا، وغنخليها تخمر 15 دقيقه، ونغطيها دابا بالسلوفان ولا بميكا، ونخليها 15 دقيقه ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما اختمرت لي السميده، المهم السميده بوحدها، ما كاين لا طحين لا والو، السميده. المهم انا غادي نطربها بيديا، وشوفوا الطريقه كيفاش. المهم البنات غنبقى نطربها هكا مزيان 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 مزيان، وخليكم مع الشكل ان شاء الله كيفاش غتولي. كتجي على هذا الشكل هكا، ولكن خصك تاخذ الوقت كثير، يعني كتبقى تطرب طرب طرب طرب. المهم غنزيد ليها معلقه كبيره عامره ديال الزبده، يعني ها هي كي كتجمع زدتها كاس واحد ديال السميده مازال. شكرا. المهم غنجمعها بهاد الزبده كامله، كتجي هكا على هاد الشكل هكا. كتجي على هاد الشكل هكا. هنا بالميكا، وضفت عليها الغلاقه ديال الطاسه. المهم غنخليها تخمر 15 دقيقه ان شاء الله، ونرجع نوريكم ان شاء الله الطريقه. كندير له على هاد الشكل هكا، كنجمعها، كندير هكا في السميده، حتى هادي راه السميده. ندهن يدي عاوتاني بشويه ديال الزيت، ندهن يدي بشويه الزيت عاوتاني، ندير لهم على هذه الطريقه هكا. ندير طبسيل صغير فيه السميده، نعاود نحط العجينه هكا. المهم نكملهم كاملين ونرجع معكم ان شاء الله. الشكل هكا، راني درت الفران دابا كيسخن. هادو رشيت على الماء شويه ديال الزنجلان، عجبني بحال هكا. المهم من غير طيبو غنرجع معكم ان شاء الله. المهم البنات الخبيزات كيجيو على هذا الشكل هكا، كيجيو محمرين بحال هكا. هاهما
ورطبين صراحه، غير ما جريتهمش ما خليتهمش يكونوا جاريين بزاف، اما يجيو رطب من هكا. واحده اخرى كلهم جاو محمرين. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. هذه باقا سخونه. المهم غنقطع معكم وحده. هذه اللي درتها بالجنجلان حتى هي جات رطبه. المهم غنقطع معكم هذه. المهم البنات الخبيزه كتجي على هذا الشكل هكا. كيجيو على هذا الشكل، ما كيجيوش لا معجنين لا حتى شي حاجه. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. المهم خليتكم على خير وبسلامه عليكم ونهاركم مبروك وعواشركم مبروكه.